السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يوم الجمعه. بذكركم بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وقراءه سوره الكهف. اول حاجه جهزت فطار، يعتبر اليوم الوحيد اللي بجهز فيه فطار شعبي: فول وطعميه وبيض وبتنجان. بس ما حطيتش اكتر من كده. وبعد كده قلت اولع بخور. انا شقتي الحمد لله الريسبشن او الصاله عموما كانت مترتبه. هو المخدات كانت عايزه تتظبط شويه بس كانت مترتبه وزي الفل. ولعت عود بخور كده، دي طاقه ايجابيه شويه. انا بحب بصراحه اولع البخور يوم الجمعه، بحس براحه نفسيه مع الخطبه مع القران. بيبقى الجو مريح. ربنا يكتب لنا الخير دايما يا رب. لو وصلتي لحد هنا يا حبيبتي يا ريت تعملي لايك وكومنت واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع عالم هبة. احط بقى البخور بتاعي كده، هجيب طفايه احطها تحته عشان ايه الحاجات اللي بتنزل منه ما تحرقليش المفرش وما تبهدلش الدنيا نضيفه. دلوقتي بقى كنت بجهز غدا بس الكهرباء قطعت والجو حر بطريقه فظيعه، فقلت اما اعمل غدا سريع كده. ما وقفتش في المطبخ ربع ساعه على بعض. اول حاجه حطيت مكرونه تتسلق واعمل قصادها صوص البشاميل. هعمل مكرونه بالوايت صوص ومعاها ستريبس هقطعه على الوش كده وخلاص. ما كانش عندي ستريبس كتير، كان عندي 4 قطع او 5 قطع، فقلت يمشي معنا الدنيا. اكله اقتصاديه وسهله وسريعه والجو حر. حطيت لتر لبن، يعتبر لتر الا نص كوبايه، وحطيت بدل نص كوبايه دي ميه من سلق المكرونه. وهحط عليه كيس بشاميل جاهز. انا قلت اكله سريعه، مش لسه هنعمل بشاميل بقى، حاجه سريعه كده مش هتكملي 10 دقايق في المطبخ في الحر ده. تمام. المكرونه خلاص قربت تستوي، على ما تستوي وتتصفى يكون البشاميل اتعمل. هصفيها بقى واغسلها عشان تبرد معايا على ما الصوص يتعمل. لو وصلتي لحد هنا يا ريت تعملي اشتراك للقناه لو انت لسه جديده معايا، ولو انت مشتركه في القناه تعملي لايك وكومنت وانزلي تحت يلا صلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص عملت الصوص اهو. احط عليه بقى ميكس جبن، كان عندي ميكس جبن في الفريزر. بصراحه ما كانش في دماغي ان انا اعمل كده فما طلعتوش بدري، فكان مجمد شويه فهحطه ما فيش مشكله. كده كده هتسيح معايا من السخونه بتاع البشاميل. احط بقى الميكس الجبن، دي شيدر على موتزاريلا، دي جبنه الحمد تقريبا. احط ميكس الجبن بقى على البشاميل. خلاص اهو. هقلب بقى، اقلب لحد ما الجبنه تبتدي تسيح معايا، وبعد كده خلاص هيكون دخلت في السوا. هحط بقى الايه، هقلب عليها المكرونه وخلاص. او كنت حمرت قصادها الستريبس. بقولك الموضوع كله مش هياخد معاكي 10 دقايق في المطبخ. المكرونه بتتسلق، البشاميل اللي بيتعمل، الستريبس لو عندك ستريبس عادي، ما عندكيش ما فيش مشكله. لو تاكلك كده هي جميله جدا مش محتاجه حاجه تاني. ايه رايكم بقى؟ شوف صوص البشاميل عامل ازاي، خفيف مش تقيل ولا خفيف، قوامه مظبوط. ولو عندك كريمه لباني، كريمه طبخ حطيها. لو عندك جبنه كريمي او جبنه كيري حطيها. ده كله بيزود من دسمته وبتخلي طعمه كريمي وحلو. خلاص كده قطعت بقى الستريبس. بقولك كانش عندي كتير فقلت اي حاجه تعدي اليوم. خلاص شوف شكل المكرونه عامل ازاي، بجد كانت رهيبه. هغرف بقى طبق، هغرف بقى المكرونه واقدمها وكده. خلاص بألف هنا وشفا على قلبك يا حبايبي.
ياريت كل اللي منورني ومشرفني وجودكم على راسي من فوق تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتتكوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا منزلها. شوف شكلها عامل ازاي بجد، كانت رهيبة وبشاميل كتير. انا مش عارفة مش ظاهر في الكاميرا اللي هو كتير ليه. مع الف سلامة يا حبايبي.